السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزارة العدل تطلق برنامج لزيادة المشاركة المجتمعية في حل القضايا. إجراء أكثر من 200 عملية جراحية للعين في مستشفى أفعبت. امتحانات الشهادة الوطنية من 17 وحتى 3 مارس. انطلاق محادثات جدة بين أوكرانيا وأمريكا، وكييف تعرض خطة جديدة. روسيا تعلن مقتل شخصين بعنف هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو. أعطرت ناقلة بترول عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجوم حوثي. إلى التفاصيل. وزارة العدل تطلق برنامج لزيادة المشاركة المجتمعية في حل القضايا بالصلح. للمزيد من التفاصيل في التقرير التالي للزميل أمير عثمان. أوضحت وزيرة العدل فوزيا هاشم لوسائل الإعلام المحلية أن الوزارة أطلقت برنامجا لزيادة المشاركة الشعبية في حل القضايا. وأوضحت الوزيرة فوزيا أن العمل بدأ في تحديد القصور في العمليات القضائية القائمة من خلال البحث والتقييم المتعمق الذي يشارك فيه المجتمع، وإدخال آليات لحل القضايا التي تعزز في قيم المجتمع وقوانينه الأصلية. وبناء على ذلك تم ترشيح 3754 عضو لجنة صلح ليعمل في 775 إدارة ضاحية في جميع أنحاء البلاد، وإجراء لقاءات مع ممثلي الشعب والمجلس ومدراء الإدارات في جميع المديريات في الفترة من 24 من سبتمبر 2024 وحتى 16 من فبراير 2025 لتحقيق ذلك. وأضافت الوزيرة فوزيا أنه على الرغم من أن الأنظمة الاستعمارية التي حكمت إريتريا حاولت تدمير القوانين العرفية للشعب الإريتري وتدمير ثقافته وقيمه، إلا أن المجتمع الإريتري ظل يحكم بالحفاظ على قوانينه الأساسية. وذكرت أن حتى أثناء النضال من أجل الاستقلال قامت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بحماية حقوق الإنسان لأسراها، وسمحت لهم بالذهاب إلى أي مكان يريدونه، وذلك انطلاقا من القيم الوطنية. وذكرت الوزيرة أن نضال الشعب الإريتري الذي دام قرنا كان نضالا من أجل العدالة ودفعت الأجيال ثمنا غاليا. وقالت أن العدل بالنسبة لنا هو عقيدة وهدف، مشيرة إلى أن وزارة العدل تعمل بلا كلل من حيث الكفاءة والفهم والتنفيذ لإحياء القيم المتلاشية لأسباب مختلفة، وتوجيه الظواهر التي تدمر قيم المجتمع في الاتجاه الإصلاحي الصحيح. وأشارت إلى أن مجتمعنا الذي يحترم الإنسان يخلق الأرضية للتلاحم الاجتماعي، ويخلق بيئة مواتية للاحترام والتعاون المتبادل الذي ستعمل على حل خلافاتنا سلميا، مؤكدة قيام الوزارة على تدريب 73% من الموارد البشرية المكونة من الشباب لتحديث وثائقنا الحقوقية والقانونية التي يبلغ عمرها 800 عاما، والتي ظل توثيقها لأكثر من 600 عاما الماضية. واختتمت الوزيرة فوزيا حديثها بدعوة المجتمع على تعزيز البرامج التي تعزز قيمهم وتخلق التماسك والوئام الاجتماعي، موضحة بأنها ستنظم برامجا إعلامية لتوسيع معرفة المجتمع، حيث يتمكن المجتمع من فهم البرنامج لضمان مشاركتها والاستفادة منها. تم إجراء عمليات جراحية ناجحة للعين في مستشفى أفعبت بتعاون وزارة الصحة وفرع الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر ومستشفى أفعبت مشروع الهملايا الخيري ومستشفى برهان للعيون. وأفاد طبيب العيون الذي قاد الحملة التي شارك فيها 19 طبيبا الدكتور إيوب بياني أنه تم إجراء العمليات على 218 مواطنا في الفترة من 3 وحتى 9 من مارس لعام 2007 ل 207 منهم بياض العين و11 منهم يعانون من أمراض أخرى. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية بمديرية أفعبت أن الحملة كانت ناجحة بفضل تفاني الأطباء والتعاون الكامل من الإدارات المحلية، بدءا من حملات الفحص الشامل الواسع للمواطنين في مديريات أفعبت ونقفة ودبحة وقارورة، وحتى إجراء العمليات وتسهيل التنظيم لها.
يذكر أنه قد أجريت حملات مماثلة لجراحة العيون في مستشفى النقفة في وقت سابق. أعلنت مدير مركز القياس والتقييم بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتور بسرات قبرو أن امتحانات الشهادة الوطنية السنوية ستجرى في الفترة من 17 إلى 23 من مارس الجاري. وأوضحت لوكالة الأنباء الإرترية إيران أن امتحان هذا العام سيجرى في 16 مركزا في جميع أنحاء البلاد وفي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية في 12 مواد تعليمية. وأضافت أن إجمالي عدد الممتحنين يبلغ 24306 بزيادة قدرها 10.6% عن العام السابق، مشيرة إلى أن 50% من الممتحنين طالبات. وقالت إن 84.1% من الممتحنين تابعين التعليم الأكاديمي في مدرسة وارساي كالو فساو وطلاب المدارس الفنية، بالإضافة إلى 3861 للإعادة. وأشارت إلى أن 61 نزيلا في مصلحة السجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى النساء اللاتي تلقين برامج تعليم الكبار في أفعبات وعريطواي ومنصورة وحقات سيجلسون لامتحان الشهادة الوطنية. وذكرت الدكتور بسرات الممتحنين باستغلال وقتهم جيدا والعمل بثقة، حيث أن هنالك ما يكفي من الوقت أثناء الامتحان. عقد اجتماع في أغردات لمناقشة المبادرات الواجب اتخاذها لتنظيم الشباب في مختلف المناصب وأنواع العمل لزيادة مساهمتهم في برامج التصدي المتكامل وإنشاء منصة لهم ليصبحوا مشاركين في الفرص التي تنشأ في مجتمعاتهم. وفي رسالته قال رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين أن التنظيم هو أساس جميع البرامج والمهام الموجهة للشباب، وحث المشاركين على تعبئة الشباب على القيام بالدور القيادي المنوط بهم. وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير شباب حيوي وأخلاقي مسلح بالمهارات والمعرفة، مؤكدا ضرورة اجتهاد الشباب لتطوير أنفسهم والتأثير على بيئتهم بإيجابية بتعزيز تنظيماتهم العملية. من جانبه ذكر مدير مديرية غردة السيد إسحاق طعوم إن من مسؤولية المجتمع بأكمله تعزيز تنظيم الشباب وإنشاء منصة لهم لتزويدهم بالمهارات والمعرفة، داعيا الشباب إلى استغلال الفرص المتاحة لهم. أجريت الانتخابات في 12 ضاحية بمديرية فورو للتحل محل مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين الذين أكملوا فترة ولايتهم البالغة 3 سنوات. وأوضح مسؤول المشاريع ومتابعة القرى بالمديرية السيد قبره هود قبرز قابيهير لوكالة الأنباء الإرترية إيرنا إن حملة التوعية التي جرت في يناير عام 2025 ساهمت بشكل كبير في وعي الناخبين وسلاسة العملية الانتخابية، حيث تم انتخاب 24 مدير ضاحية ومديرا تنفيذيا و25 من أعيان القرى. وشكر مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين المستبدلون على تفانيهم وخدمتهم. وذكر المنتخبون الجدد بأن يخدموا الشعب والوطن الذي وثق بهم وانتخبهم بالاجتهاد والنزاهة. وتوضح الأنباء الواردة من إدارة المديرية أنه هنالك 3 إدارات ضاحية لم تجرى فيها الانتخابات بعد بسبب بعدها والظروف المعيشية الرعوية. تضم مديرية فورو 15 إدارة ضاحية و56 قرية و66 بلة التي يعيش فيها أكثر من 49 ألف نسمة. عقدت جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية عدخالة اجتماعا في 6 مارس لمناقشة سبل إحياء أنشطتها. وأوضح رئيس الجمعية السيد ويني مبافراش في التقرير الذي قدمه أن الجمعية التي أسست قبل 27 عاما بدأت بشكل جيد وجمعت رأس مال مشجع، لكنها تراجعت في السنوات ال7 الأخيرة لأسباب مختلفة. وحث الجهات المعنية لخلق بيئة ملائمة لتسويق منتجاته، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على توفير منتجاتها للأسواق ضمن جهود رفع إنتاج ودخل الجمعية. وأكد ممثل وزارة الزراعة بالمديرية السيد محرتها بضرورة اتباع المزارعين للأساليب الزراعية المعاصرة لزيادة إنتاجهم، وحثهم على العمل بجدية مع النصائح التي يقدمها لهم الخبراء الزراعيون لإسراء تجربتهم بالمعرفة. وذكر مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية الشاب أبراهام يعبي أصحاب البساتين بضرورة العمل الجاد لتعزيز القدرة الاقتصادية للجميع، لأنها خيار لضمان إمدادات آمنة وكافية من الخضر والفاكهة للمجتمع. تأسست جمعية منتجي الخضر والفواكه بعد دخولها عام 1998
وتضم في الوقت الحالي 260 عضوا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. انطلقت في جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة. ومحادثات جدة تعتبر اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت الأبيض في 28 من فبراير الماضي. وأشاد رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني الذي يقود وفد بلاده في المباحثات ببداية بناءة. وتوقع الرئيس الأوكراني أن تركز محادثات جدة على الضمانات الأمنية وأن تفضي إلى نتائج عملية. وتعهد بأن يكون موقف أوكرانيا في هذه المحادثات بناء بالكامل. وقدم شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم. وأشار إلى أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع ولي العهد السعودي. وقال كان من المهم جدا سماع كلمات مليئة بالثقة بشأن مستقبل أوكرانيا. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو الذي سينضم إليه في المحادثات مستشار الأمن القومي مايكل والتاس: نأمل أن يكون لدينا اجتماع جيد وأخبار جيدة. وفي مواجهة ضغوطات الولايات المتحدة ستعلن أوكرانيا في محادثات جدة تأييدها وقف إطلاق نار محدود. أعلنت وزارة الصحة الروسية الثلاثاء مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بينهم 3 أطفال في أعنف هجوم أوكراني بمسيرات على العاصمة موسكو ومحيطها. وقال نائب وزير الصحة الروسي في تصريح صحفي أن جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 طائرة مسيرة أوكرانية في 10 مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى تقديم حاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم. وأفادت المصادر الروسية بأن هجمات اليوم على العاصمة الروسية موسكو والتجمعات السكنية المحيطة تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب الأوكرانية. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أمس الاثنين أن ناقلة النفط سوان المسجلة في اليونان التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية العام الماضي تم قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان أن عملية القطر جرت بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس، واستغرقت ما يقارب 24 ساعة بمشاركة 13 مرشدا في مناطق القدس والقناة. ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم اليونان 274 مترا وعرضها 50 مترا. وأوضح رئيس الهيئة أن تجهيزات عملية القطر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة. وتعرضت سوان يوان لهجوم في البحر الأحمر في أغسطس الماضي أسفر عن حريق هائل بغرف القيادة والماكينات والإعاشة وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتتزايد معه مخاطر حدوث تلوث نفطي أو انفجار. اصطدمت ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا مما تسبب في اندلاع حريق هائل واستدعى استجابة طارئة من خفر السواحل البريطاني. وذكر خفر السواحل البريطاني أنه أرسل مروحية وقوارب نجاة من البلدات القريبة بالإضافة إلى سفن يمكنها مكافحة الحرائق للتعامل مع الحادث. ويعتقد أن الحادث يتعلق بناقلة ترفع علم الولايات المتحدة وسفينة حاويات تبحر تحت علم ماديرا وهي منطقة حكم ذاتي في البرتغال. وقال الرئيس التنفيذي لميناء غريسبي إيست القريب أن 32 شخصا على الأقل تم نقلهم إلى الشاطئ. وناقلة النفط الأمريكية هي ضمن أسطول مكون من 10 ناقلات تشارك في برنامج حكومي أمريكي لتزويد جيوشها بالوقود. عناوين النشرة مجددا:
وزارة العدل تنطلق برنامج لزيادة المشاركة المجتمعية في حل القضايا. إجراء أكثر من 200 عملية جراحية للعين في مستشفى أفعبات. امتحانات الشهادة الوطنية من 17 وحتى 23 من مارس الجاري. انطلاق محادثات بين أوكرانيا وأمريكا وكييف تعرض خطة جديدة. روسيا تعلن مقتل شخصين بهجوم عنف أوكراني بمسيرات على موسكو. قطر ناقلة بترول عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجوم حوثي. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.